تاجر قماش غني لكنه بخيل، زوجته كانت في يوم عامله دجاجه على العشاء وكانوا قاعدين بياكلوا. الباب يخبط، يقوم يفتح يلاقي راجل جعان فقير طالب اكل. رفض الزوج يديله اي شيء وصاح فيه ورد عليه بقسوه. الفقير يقول له ربنا يسامحك، لولا جوعي شديد ما طرقت بابك. الزوج قبل ما الراجل يكمل كلامه يروح قافل الباب في وشه. الزوجه تتضايق وتقول له لو كنت اديت له جناحين من الدجاجه كان سد بيهم جوعه. يرد عليها يقول لها انت اتجننتي، جناحين ايه؟ تقول له طب قول له كلمه طيبه على الاقل. تمر الايام وفي يوم محل القماش بتاع الزوج النار تمسك فيه ويتدمر المحل بالكامل. يرجع بيته زوجته تواسيه، يقول لها بصي انت هتروحي لاهلك لان كل اللي املكه راح مني ومش هقدر اصرف عليكي. يطلقها وبعدين ربنا يكرمها بزوج صالح كريم. وفي يوم قاعده بتتعشى مع زوجها الجديد يخبط الباب، تقوم تفتح تلاقي سائل يطلب منها اكل يسد بيه جوعه. زوجها يقول لها لفي له دجاجه من الاتنين دول، واحده بس كفايه علينا. تعمل الزوجه كده وتقفل الباب وترجع وعينيها مرغرغه بالدموع. زوجها يقول لها مالك؟ تقول له السائل اللي كان على الباب كان زوجي الاول. يرد عليها زوجها الجديد ويقول لها وانا كنت السائل الاول